هاي، ازيكم؟ انا فيفا. عايزه احكي معاكم النهارده شويه على موضوع بصراحه غيظني وفارسني. عندي ليك سؤال. لو اللبس اللي عندك من بس برادا، اديداس، نايكي، كل الحاجات الغاليه دي، او عربيتك لازم تكون على اعلى موديل، مرسيدس، بي ام او اكتر، او دايما بتتباهى بشغلانتك، انا دكتور، انا جراح، انا محامي، او مهتمه قوي بشكلك، جسمك هايل، جسمك تحفه. طب الحاجات دي لو كلها راحت، تفتكر الناس هتقدرك وتتكلم معاك برضو زي ما هي بتتكلم معاك دلوقتي؟ ولا شايف ان قيمتك بس في الحاجات دي؟ لو انت بتفكر دلوقتي ومش عارف ترد على السؤال ده، الفيديو ده ليك. بصراحة بقى بيحزنني قوي اني اشوف الناس بس مهتمة بان هي لابسة انهي اعلى براند، انهي احسن برفيوم او كولون، انهي اكبر بيت، انهي افضل منطقة، انهي افضل مهنة. كأن قيمة الناس بس هي انك دكتور ولا مهندس، ولا بتلبسي برادا وماركات، ولا انت عندك بيتك وبيتك فين، ولا هو كبير ولا لأ. بس يا جماعة قيمتنا الحقيقية هي نفسنا، يعني مش الحاجات اللي انا بلبسها ان كانت ماركات او لا. او حتى انا بشوف الناس بعينين الماركات ولا لا، يعني بشوف الناس وبتكلم معاهم بس عشان لابسين ماركات زيهم، او يمكن هم احسن مني فانا عايزه اكون افضل منهم كمان، ودايما طول الوقت بقارن نفسي. كاننا نسينا قيمتنا يا جماعه. عايزه اقول لكم ان قيمتنا مش في اللي انا بلبسه، ولا في اللي انا قاعده فيه، ولا في الجسم، ولا في الشكل، ولا في الحاجات دي كلها. الحاجات دي بتروح، وكل حاجه ممكن تروح في ثانيه. اذا قيمتي ممكن تغيب عني في لحظه. قيمتنا الحقيقيه ربنا اداها لنا، احنا نفسنا. انا القيمه. اللي يجي يتكلم معايا يتكلم معايا عشان مش انا مهندسه، ولا عشان انا ساكنه في الحته الفلانيه، ولا عشان انا بتكلم كام لغه. يجي يتكلم معايا علشان شايف فيا طيبه، علشان شايف فيا احترام، عشان شايف تقدير للناس، علشان شايف فيا خدمه. الحاجات اللي بتثمر دي، الحاجات اللي بتطور وبتكمل للنهايه، الحاجات اللي حتى بعد ما انا اموت الحاجات دي مش هتتباع، بالعكس هتكمل في سيرتي وفي سيره اولادي. خلونا يا جماعه نرجع نقيم القيم اللي حوالينا، وما نتاثرش بقيم الناس، اتاثر بقيمتك انت، لانك انت غالي يا ابن الغالي. انا فيفا.